السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان الرشيد يراجع خازن بيت المال، فتبين له أنه لا ترد أموال للخلافة من جزيرة العرب. هذا موضوع قديم منذ خلافة المهدي، وقلت رأيي فيه. لقد قلت له فتواك في هذا الشأن، وكلفني أن أراجعها معك. الرأي ما قلته من قبل، لا تؤخذ الجزية من العرب، وللرشيد أن يلتزم بشرع الله أو يخرج عنه. انتظر يا يحيى. عفوا يا أبا يوسف، ما سندك في فتواك؟ العرب لهم الحكم والسيادة، فكيف تؤخذ الجزية من السادة؟ تؤخذ منهم متى استحقت عليهم، كما تؤخذ من غيرهم. هذه هي العدالة والمساواة التي يقرها الإسلام. كأنك بذلك تنتقص من سيادة العرب ومكانتهم. يا أبا يوسف، أنا عربي الأصل، وليس أحب إلي من أن تكون فتواك صحيح، ولكن الأمور لا تجري بما نحب. وما هي حجتك في الاعتراض؟ الناس سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. بالتقوى. فالجزية متى توفرت شروطها في العربي استحقت عليه كما تستحق على العجمي. هذا الرأي لا يكفي سندا لحجتك. الثابت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من البدر الغساني، وأنه صالح رجالا من العرب على الجزية، وكذلك عمر بن الخطاب ومن بعده الخلفاء أخذوا الجزية من قبائل بني ثعلب وبهران. الجزية على الأديان لا على الأنساب يا أبا يوسف. أحسب أن الصواب إلى جانب الشافعي يا أبا يوسف. تمنيت لو لم يكن الصواب معي، فكم أعتز بعروبتي، ولكن ليس الإنسان ما تمنى يا أبا يوسف. أترجع عن فتواك يا أبا يوسف وتسمح لنا أن نحصل الجزية من العرب وطبقا لشروطها؟ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أرجع عنها، ولسوف أصحح ما دونت عن ذلك في كتابي الخراج. من أنتم؟ لم أفعل شيئا. كل السروج لدينا مباح. إن شئتم حددنا موعدا لتجهيز ما يلزمكم. يلزمنا كل السروج التي عندك. أصحابها سوف يستلمونها، أصنع لكم غيرها. لا جدوى من المكابرة، نحن نراقبكم منذ فترة طويلة. فتشوا المتجر، فتشوا السروج، وابحثوا عما بداخلها. هيا هيا. الأحاديث الكاذبة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضعها؟ ومن يحملها إلى الأمصار؟ لا علم لي بها ولا أنا. لا علم لك بها ولا أنت. نعم. سوف تعلمان عنها كل شيء. هيا هيا معنا. هيا. دعوني أصلي الظهر قبل فوات الوقت، ثم افعل بما شئتم. هذا صناع السيف يخدع أحدا. هيا هيا معنا. هيا هيا. لا أحب أن أسكن خافيا. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، وفقنا إلى الطغاة البغاة الذين يزيفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أمسكنا بهذين الرجلين داخل محل السروج، وأرشدانا إلى الثالث الذي يجيء لهما بالأحاديث الزائفة
لينقلاها داخل سروج الخيول. ما كنا نعرف أنها أحاديث زائفة. ولو عرفنا لأحرقناها قبل أن نمسك بها. أجل. ولما كنتم تخفونها داخل سروج الخيول؟ خوفا عليها من الضياع. لا جدوى من المكابرة يا مولاي، نحن نراقبهم منذ وقت طويل. يا أمير المؤمنين، ما دامت أحاديث زائفة لا قيمة لها، فلماذا تحاكموننا عليها؟ لماذا؟ أين صاحب الزنادقة؟ أما جاء بعد؟ بالخارج ينتظر الدخول إلى أمير المؤمنين. أدخلوه على الفور. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. أليس من العاري أن صاحب البريد يمسك بالزنادقة واضع الأحاديث الزائفة، وصاحب الزنادقة لا يعلم عنهم شيئا؟ كيف أمسكت بهم يا صاحب البريد؟ راقبتهم حتى أمسكنا بالأحاديث الزائفة مخبأة داخل سروج الخيول، وأقر شيخنا أبو يوسف أنها أحاديث موضوعة. وماذا تنتظر؟ لماذا لا تضربوا أعناقهم على الفور؟ يسلب رؤوسنا يا حسان. فليأذن أمير المؤمنين بقطع رقابه، هذا أقل الجزاء الذي يستحقونه. تغدر بنا يا حسان. إنهم مصرون على الإنكار. أنكروا أو أقروا لا يختلف الأمر، القتل جزاؤهم على الفور ما دامت الأحاديث الزائفة وجدت عندهم. ماذا تنتظر يا صاحب البريد؟ أتحسب قتلهم يدفع تهمة التقصير والإهمال في متابعة الزنادقة؟ فليفعل بي أمير المؤمنين ما يشاء بعد أن تقتص منهم. القتل العاجل قصاصهم العادل. وجزاؤك أيضا يا حسان، أنت الرأس المدبر. نعم، أنت الرأس المدبر، أنت صاحبنا الذي كان يرسل إلينا بهذه الأحاديث لننشرها بين الناس. أنا لن أموت وحدي. أنت حاقد علي لأنني أحارب الزنادقة، ولكن ذلك لا ينجيك بفعلتك. ماذا بعد تزييف أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يا فاسق يا كافر؟ أنت الفاسق الفاجر يا حسان، أنت الذي زيفت هذه الأحاديث ودفعت بها إلي لأدفعها إلى صاحبي لينشرها في المشرق والمغرب. لن يصدقك أحد. مر الشرطة يا أمير المؤمنين بضرب أعناقهم، ولا تضع وقتك في هذا الهراء. ما هذا هراء يا حسان؟ يا حسان، عندي في داري بعض الأحاديث الزائفة التي سلمتها لي وهي مكتوبة بخط يدك. كاذب كاذب، هذا لم يحدث يا أمير المؤمنين. لست بكاذب يا حسان. خذوني إذن إلى داري أجيئكم بها لتعرفوا حقيقة هذا الرجل صاحب الزنادقة. يا صاحب البريد، اذهب معه إلى داره، فإن كان كاذبا اضربوا عنقه ومعه زميلاه، وإن كان صادقا اضربوا أعناقهم الثلاثة ومعهم حسان صاحب الزنادقة. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. أظنك عرفت ما حدث من صاحبك حسان. إنه رأس الزنادقة. وجدوا الأحاديث الزائفة مكتوبة بخط يده. وكيف ذلك؟ خدعني الرجل حتى وضعته على رأس ديوان الزنادقة. صدقتك لما أثنيت عليه وأشدت به. وكيف لي أن أعرف يا سيدي؟ كان هذا الظاهر أمامي. لا ظاهر ولا باطن. الرجل وعوانه ضربت رؤوسهم على فعلتهم، وبقي حسابك أنت. إياك وأمور الحكم بعد اليوم. إنما كنت أشير عليك وأنصحك. لا تحدثيني بشأنها. أحذرك يا زبيدة من التدخل في مسائل الحكم على أي نحو. لما لا تحذر غيري؟ فأنت تعلم أن عمتي الخيزران.
لا أنت ولا عمتك. شؤون الحكم تدار بعقول الرجال وليس بعواطف النساء. إن رفعت يدها رفعت يدي. بل ترفعين يدك في كل حال. لو علمت أنك تدخلت في شؤون الحكم فلن تكوني زوجتي، لن تكوني زوجتي. لقد أعذر من أنظر. أغلقي عليك بابك وإلا أصبحت خارج أبواب القصر ولا يشفع لك شيء. صاحب البريد، السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهينا بحمد الله من القضاء على الأحاديث الزائفة. ما انتهيتم بعد، ضربتم الرأس وما زالت الأذناب. رئيس ديوان الزنادقة كان الرأس المدبر، كانوا يسمونه صاحبنا، وكان يبعث بأعوانه إلى مختلف الأقطار. هؤلاء الأعوان وما روجوه من أحاديث لا يزالون موضع الخطر. كل ما يؤرقني قبل أن أخرج إلى الحج ولا تزال كيف نستخلص الأحاديث الزائفة من أيدي وعقول الناس. الحديث الصحيح يطرد الحديث الزائف. لو جمعنا الأحاديث الصحيحة في كتب لكان ما يخرج عنها حديثا زائفا أو مشكوكا في صحته. وذلك ما حدث في كتاب الله. فمنذ جمع ذو النورين عثمان بن عفان المصاحف الأربعة لم يجرؤ أحد على أن يزيف آية أو أن يضعها في كتاب الله. وما يمنعنا أن نجمع الحديث الصحيح في كتاب مثلما فعلنا في كتاب الله. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفعل ذلك ثم عدل عنه مخافة أن يختلط شيء بكتاب الله. وكذلك أراد الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز أن يجمع الأحاديث لكنه توفي قبل أن يفعل ما أراد. نريد من يستكمل هذه المحاولات. يا مولاي، هناك علماء دونوا بعض الأحاديث، بينهم سفيان الثوري وأبرزهم الإمام مالك في كتابه الموطأ. وهناك علماء يعملون في صمت. أعرف منهم شابا يدعى أحمد بن حنبل. ما سمعت به. هو عازف عن الشهرة ويطمع في وجه الله وحده. أبلغه وأبلغ غيره أنني أكفل المعاش والنفقة وأضمن التأييد والمساندة إلى كل من يسعى وراء الحديث الصحيح. أهلا ومرحبا بك يا أخي، تفضل. سمعت عنك في بغداد، يقولون إنك ناصر السنة وجامع الحديث وحافظ موطأ مالك، وما زلت أقتفي أثرك حتى عرفت مكانك في دار محمد بن الحسن، فجئت أشاورك. عفوا يا أخي، ما عرفت من محدثي. أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، كم وددت أن ألقاك. أسعى لجمع أحاديث. أسعى لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من شيخك الذي تدرس عليه؟ هشيم بن بشير. أحسنت اختيار الشيخ. في أي أمر جئت تقصدني؟ حديث سمعته في مسجد بغداد قبل يومين فجئت أستوثق منه. أي حديث تقصد؟ سمعت من ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وما الذي يدعوك إلى الشك في هذا الحديث يا ابن حنبل؟ وهو يتفق مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ظاهر الحديث يتفق مع ما تقول يا شافعي، ولكن الباطن يختلف. كيف؟ هذا الحديث يفتح الباب على مصراعيه لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ما عليه أن يأتي بما يراه حسنا فينسبه إلى الرسول فيصدقه الناس اعتمادا على هذا الحديث. هذا الحديث أراد أن يجعل أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة يضع فيها الواضعون ما شاءوا من أقاويل فيصدقها الناس. أفهمت ما أعني يا شافعي؟ ما أعجب فطنتك يا ابن حنبل. سيكون لك شأن في الحديث بإذن الله. إذا أردت التأكد من صحة هذا الحديث عليك أن ترده إلى رواته، فإن أمنتهم على النقل أخذت بهذا الحديث. آخر الرواة في هذا الحديث جرير بن عبد الحميد، عالم لا يختلف الناس عليه، ولا بد أنه استوثق قبل أن يأخذ هذا الحديث عن غيره. جرير بن عبد الحميد لا أشك فيه، ولكن السؤال الذي يؤرقني هل روى جرير هذا الحديث فعلا أم أنه ينسب إليه كذبا؟ جرير متعه الله بالصحة لا يزال حيا كما أسمع. لو ذهبت إلى جرير وسألته عن هذا الحديث المنسوب إليه يستطيع أن يقطع بصدقه أو كذبه. هذا ما فكرت فيه. الذي أسمع به أنه يقيم بالري من أعمال خراسان. أذهب إليه وأتحقق منه. أتعرف كم تستغرق الرحلة؟ 10 أسابيع. وكم يتكلف السفر؟ أستطيع أن أضغط نفقاتي إلى 50 درهما. ألا يساوي حديث واحد أتحقق منه سفرا يستغرق 10 أسابيع ونفقات تبلغ 50 درهما؟ يساوي أكثر من ذلك بكثير. حديث صحيح تأخذ أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، وحديث زائف تنال أجر من تجنب الأخذ به إلى يوم القيامة. على بركة الله أبدأ رحلتي وراء هذا الحديث، وأتمنى أن أراك في بغداد بعد عودتي يا شافعي. هل تركت لي يا ابن حنبل بعض ما كتبت من أحاديث لأستفيد منها؟ أنا لا أكتب الأحاديث التي أجمعها، ولكنني أحفظها وأرويها للآخرين. الحفظ والرواية لا يضمنان سلامة الأحاديث، فلما لا تسجلها في كتاب؟ القرآن الكريم وحده هو الذي يسجل في الصحف، ولا أحب أن يختلط به شيء. لا أتفق معك يا ابن حنبل، فلعلك ترجع عن رأيك وتسجل الأحاديث الصحيحة في كتاب كما فعل الإمام مالك. قائد الجيش هرثمة بن أعلم. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله يا هرثمة. ما أخبار الروم؟ إياك أن تغفل عنهم. لقد من الله علينا بالنصر على معسكرهم، وأسرنا منهم أعدادا كبيرة، ولكن بعض جنودهم هربوا إلى قبرص وأخذوا يحرضون أهلها على قتال المسلمين المقيمين فيها. عفوا مولاي أمير المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ليس القتال مع الروم، ولكننا سوف نقاتل أهل قبرص الذين يتحركون بإعاز منهم، فهل يأذن لي أمير المؤمنين بذلك؟ وما يمنع قتالهم؟ لقد عاهدنا أهل قبرص ألا نقاتلهم شرط ألا يتعرضوا للمسلمين هناك. وهل نقضوا عهدهم بالفعل؟ ما نقضوه بعد، ولكنهم ينوون ذلك ويستعدون له. السؤال لك يا أبا يوسف وأنت يا ابن الحسن، هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا من عاهدهم إذا تخوفوا مجرد الخوف من خيانتهم؟ يجوز أن نسبق بقتالهم يا أمير المؤمنين. ذلك حق للمسلمين ولمصلحتهم. وما الدليل من الكتاب والسنة؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي اخرج إليهم، اخرج لقتالهم. ولم يطلب المولى عز وجل قتالهم لوقوع الخيانة، ولكن لمجرد توقعها والخوف منها. أحسنت، لقد أحسن محمد بن الحسن.
سوف أبعث بسفن المسلمين إلى بحر الروم لقتال أهل قبرص وتأديبهم. لا أوافق على هذا الرأي الذي أفتيتما به الرشيد. كيف ذلك يا شافعي؟ الرأي عندي أننا أعطينا الأمان لأهل قبرص، فكيف ننقض عهدهم؟ وما تعرضوا المسلمين بأذى ولم يمنعوا الجزية التي صالحناهم عليها. ولكنهم ينوون نقض العهد ويرتبون له. نحن لا نحاسبهم على النوايا حتى تثبت الحجة على ما يدورونه من سوء. أليس الأحوط أن نبادر بقتالهم؟ علينا أن نستوثق قبل أن نخوض في الدماء. هذه دماء، والأحكام في الشريعة تبنى على الظاهر لا على الباطن. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لديك سنة نقتدي بها في هذا الأمر؟ لدي ما جاء في كتاب الله بشأن المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. برغم هذه الآية الكريمة فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين يتناكحون ويتوارثون ويقسم لهم إذا حضروا القسمة، برغم أن الله أخبر بكفرهم، لأنه لم يرد أن يأخذهم بنياتهم التي لا يعرفها غير الله، وإنما يعاملهم بظاهرهم بعد أن أظهروا الإيمان على الكفر. ما تذكرنا تلك الواقعة يا محمد ونحن نفتي الرشيد. أحكام الشريعة لا تعتمد على أسباب خفية يخطئ فيها التخمين أو يصيب، إنما تبنى على الظاهر الواضح. فمن يتهم زوجته بالزنا فعليه أن يحلف اليمين حتى يتنزل بها العقاب، ولها أيضا أن تنكر التهمة وتحلف اليمين فيرفع عنها العقاب. هنا نأخذ بالظاهر، وإن كان أحد اليمينين يمين الرجل أو يمين المرأة كاذبا بالقطع. أنا لا أعرف كيف فاتنا هذا الأمر. محمد، فلنذهب إلى الرشيد حالا نخبره بعدولنا عما أفتينا به قبل أن يخوض في بحر الدماء. هيا بنا. هيا بنا. افتقدناك اليوم يا نفيسة في مجلس الإمام مالك. حاولت الذهاب ولم أستطع. ما بك يا نفيسة؟ أراك شاحبة الوجه بادية الإعياء. قيام الليل وصيام النهار. ترفقي بنفسك يا نفيسة، إن لبدنك عليك حقا. هكذا يقول لي زوجي إسحاق، ولكني أرفق بنفسي عندما ألزمها العبادات، وأعطي حق بدني عندما أحرمه على النار. أليس هذا هو الرفق بالنفس؟ والله لا أعرف بماذا أجيبك. ما الذي قاله الإمام مالك في درس اليوم؟ لقد جئناك به، كتبته عمتي وائلة. أخاف أن يفوتني شيء من حديثه. وما أخبار الشافعي يا حمدة؟ أما جاءتكم أخباره من القادمين من العراق؟ يقولون إن شهرته طبقت الآفاق وصار واحدا من أكابر العلماء هناك. أخشى أن يشغله ما هو فيه عن العودة إلى الحجاز. قال لبعض أصحابه إنه قريبا سوف يعود للحجاز. كان هذا منذ بضعة شهور وما زال يؤجل عودته. كل آت قريب يا حمدة. بودي لو يرى ولدنا. لقد سافر منذ كنت حاملا فيه، وكبر الطفل ولم يرى أباه بعد. كم سيفرح الشافعي عندما يرى ولده عثمان. لو أنه يشتاق إليه ما انشغل عنه كل هذه السنين. لو أنه مشغول عنا ما توالت رسائله التي يرسلها إلينا. لا تغني الرسائل عن اللقاء. سوف أبعث إليه أستعجل حضوره. ألا تعرفين يا حمدة أن العلم هو الذي يؤخره، إنه يطلبه وينشره. أعرف ذلك يا نفيسة، أعرف، ولكني حمدة أعطيه الفرصة كاملة كما وعدتيه عندما تزوجتما. والله يا ابنتي أنا أشد منك شوقا إليه، وأخاف أن ينقضي العمر قبل أن أراه، ولكني لا أطلب عودته
قبل أن ينتهي من الذي تركنا لأجله. جاءني أبو يوسف بعمل في نجران. وما حاجتك للعمل وأنت منشغل بالعلم؟ العلم يشبع العقول ولا يشبع البطون. هل مللت الإقامة معي يا شافعي أم تراك أحسست أنني ضقت بضيافتك؟ أستغفر الله يا أبا الحسن، أستغفر الله، والله ما شعرت بالضيافة قط، ولكني أحسست أنني صاحب الدار. كان أمر العيش يشغلك، فإنني أهبك نصف مالي على أن تقيم معي. جزاك الله خيرا. تفضل. جزاك الله خيرا. ولكن الحنين إلى الأهل يشدني، أمي وزوجتي وولدي. سأمر بالحجاز وأخذهم للإقامة معي في نجران. وسك أن تأتي بهم إلى بغداد؟ دعني أصارحك يا محمد، لا جدوى من الإقامة في بغداد، فلقد حصلت ما قصدته من فقه أهل الرأي، ولقد طرفت على فقه الإمام مالك بالحجاز وفقه أبي حنيفة النعمان هنا في العراق، وأريد أن أستكمل معرفي عن جوانب الفقه الأخرى، وخاصة فقه الليث بن سعد، وهو يختلف عنهما، وهو يقيم في مصر كما تعلم. ولكن العمل جاءك في نجران وليس في مصر. لو طال بي الأجل سافرت إلى مصر لألتقي بالليث، ولكني في نجران سألتقي بواحد من أقرب تلاميذه وأكثرهم علما بفقهه، يحيى بن حسان. أتسمع به؟ نعم، رافق الليث سنوات طويلة قبل أن يسافر إلى نجران. هناك بإذن الله ألقاه، وبذلك أجد فرصة العلم والعمل معا. يعلم الله أنني لا أحب أن تفارقني أو أفارقك. ويعلم الله يا أبا الحسن أنني أشعر بما تشعر، ولكنني أسعى للعلم أينما كان، والعلم في رأيي ليس بمجرد النظر في الكتب، إنما العالم من يضع علمه في خدمة الناس، وأحسب أن وظيفتي في نجران تتيح لي هذه الفرصة. أعرف أنه ما إن استقر رأيك على أمر لا يغيره شيء، سأدبر لك الزاد وبعض المال الذي يعينك على السفر الطويل. مؤونتي قليلة، ولكنني أطمع في شيء آخر. سل ما شئت. أطمع في بعض الكتب من خزانتك. هي لك جميعها، احمل منها قدر استطاعتك. مرحبا بك يا ليث، تفضل. الحمد لله على سلامتك يا ابن عبد الحكم، وعمرة مقبولة إن شاء الله. نسأل الله أن يقبلها. قل لي، كيف حال الحجاز وأهل الحجاز؟ في خير ونعمة بحمد الله. هل قابلت مالك بن أنس؟ هو مقصدي في المدينة بعد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شيخ المالكية في مصر، فكيف لا ألتقي بشيخي؟ وكيف حال مالك؟ يلازمه المرض هذه الأيام، يشتد عليه ويخف عنه. شفاه الله وعافاه. لو كنت أعرف لزدت له في العطية التي أبعث بها إليه. ما عاد المال ينقص مالكا، عطايا الخلفاء والأمراء تتدفق عليه. بارك الله له. يستأذنك فلا ترسل له ما تعودت أن ترسله، يقول إنه أصبح ميسور الحال، وغيره أولى بالعطية التي تبعثها له. والله لقد حرمني من نعمة كنت أعتز بها كثيرا، ولكن لا بأس. قل لي يا ابن الحكم، هل حدثته في مسائل الفقه التي بعثت بها إليه؟ اقتنع برأيك في بعضها، بينما أصر على رأيه في البعض الآخر. أي المسائل رجع عنها ورجع عن رأيه فيها؟ أولها مسألة حمل المرأة الذي يمتد إلى 3 سنوات. هذا مخالف للعقل والدين والطب، وليس هناك في الشرع ما يخالف العقل. تأكد شيخي مالك مما تقول ورجع عن فتواه في هذا الشأن. هذه الفتوى كانت تفتح باب الفساد أمام النساء التي يغيب عنهن الزوج بالطلاق أو السفر أو الوفاة.
قال إنه يأخذ برأي أهل العلم من الأطباء في هذا الشأن. فليأخذ بما يرى، المهم أن يرجع عن فتواه. وماذا عن المسائل الأخرى؟ وعدني بأن يعيد النظر فيها. سأجمع طلاب المذهب المالكي في جامع الفسطاط وأطلب منهم ألا يسجلوا شيئا عنها حتى ينتهي الإمام إلى رأي فيها. هل طلبت أيضا من طلاب المذهب المالكي أن يحضروا إلى داري ليأخذوا نصيبهم من العطايا التي تعينهم على طلب العلم؟ أخشى أن تشتري ولاءهم لك بهذه العطايا. بل أعطيهم وأعطي طلاب المذهب الحنفي. كل من يطلب العلم وافقني أو خالفني له حق في مالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخواني؟ بخير يا إمام والحمد لله. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا اليوم. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وتطبيقا لهذه الآية الكريمة ينبغي على المرء ألا يقول هذا مالي، إنما يقول هذا مال الله عندي، ينفقه ويلتزم بإنفاقه فيما أمر به الله سبحانه وتعالى. سمعنا يا ابن حنبل أنك ترفض المال الذي يعطيه الخليفة لطلاب العلم. يا ابن البسطي، أنا أرفض المال الذي يجيئني عن طريق خلاف كسب يدي، فأنا لا أرفض عطايا الأمراء والخلفاء فقط، وإنما أرفض المال الذي يجيئني عن طريق الأصدقاء طالما لم يأتي عن طريق كسب يدي. أموال الخلفاء والأمراء يقبلها الإمام مالك بن أنس، فهل تراها حراما؟ لا أقول حراما، وإنما أتورع عنها. يقول بعض الصالحين وأنا معهم: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ما عرفنا أحدا من العلماء يرفض عطايا الخلفاء. كان أبو حنيفة وسفيان الثوري يرفضانها. وماذا عن عطايا الأصدقاء؟ أليست نوعا من الهدية التي تجلب المحبة كما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. أخشى أن أقبل الهدية ولا أستطيع أن أردها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. يا إمام، لماذا تفرض على نفسك ضيق العيش؟ والله أوجد لك أكثر من مخرج للرزق. لماذا لا تأخذ الأموال وتتصدق بها كما يفعل صاحبك الشافعي؟ يا ابن شعيب، الشافعي يأخذ بالظاهر ولا أعيب عليه مذهبه، أما أنا فما أدراني بالأموال التي تجيئني. ربما كان مصدرها حراما قبل أن أدخلها في ذمتي وقبل أن أنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. اجتناب السيئة يا إخواني أولى من كسب الحسنة. ما رأينا مثل زهدك وتقواك يا إمام. دعوكم مني ودعونا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. قولوا وراي يا إخواني: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه يا مولاي عطايا أصحاب مالك، وهذه عطايا أصحاب أبي حنيفة. وكم بقي من الأموال التي جاءتنا من الضيعة؟
أحصيتها حوالي 20,000 دينار. ضعها في أكياس وضع في كل كيس 50 دينارا. سأفعل إن شاء الله. عندما تنتهي من ذلك بعد توزيعها في أكياسها اخرج إلى الجوامع والأسواق، نادي في الناس من كان في ضيق أو في شدة فليأتينا ليأخذ حاجته. 50 دينارا مرة واحدة؟ لعل ذلك يفك أزمته ويلبي حاجته. لو أنقصتها إلى النصف لضعفت أعداد من تعطيهم. أريد أن يكون العطاء كافيا لاحتياج السائل، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن عندي ما يكفي، لا أريد أن أدخر شيئا. انصرف يا ولد. في مذهبي يا ابن عبد الحكم ليس من حق أحد أن يحتفظ بمال إلا إذا بلغ الناس جميعا حد الكفاية. لا أحد من الناس يموت جوعا. أنا أقصد حد الكفاية لا حد الكفاف. الكفاية أن يجد الناس جميعا ما يحتاجون إليه من السكن المريح والطعام الجيد والدابة التي تحملهم والعلم الذي ينقذهم من الضلال. يا أمر بعيد. والله لن يكون بعيدا لو اهتم به الحكام وولاة الأمور وساندهم القادرون. هذا ما استخلصته من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة، ولقد قررت أن أبدأ بنفسي قبل أن أطلب من الآخرين أن يقوموا بهذا الواجب، حتى لا يصدق في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. صدق الله العظيم وصدقت يا ليث. هذا الطريق يقود إلى الحجاز وليس إلى اليمن يا شافعي. إنما أردت أن أمر بالحجاز أولا، هناك أمي وزوجتي وولدي، وأريد أن أصحبهم إلى اليمن، وأريد كذلك أن ألقى شيخ الإمام مالكا في المدينة. الأمر لك، بقي لنا ليلتان ونصل المدينة المنورة. نستطيع أن نريح الدابتين ونرتاح قليلا. السلام عليكم يا أخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه خيمتي، تجدان فيها ما تريدان من طعام وشراب لكما ولدابتيكما. بارك الله فيك. وتستطيعان أن ترتاحا لتستأنفا السفر غدا إن شاء الله. شكر الله لك. أنتما وشأنكما. عجبا، لماذا لا نذهب إليه ونرتاح عنده؟ ما بك يا شافعي؟ أما زلت تتبع فراستك في الحكم على الناس؟ هذه الملامح لا تنم عن أي نخوة أو شهامة أو كرامة. هكذا ينطق وجهه ويكشف حديثه، وملامحه تؤكد ذلك. فلنبت إذن في هذا الخواء، نقتسم لقمة الخبز وجرعة الماء استجابة لما تراه فراستك كما تريد. سأخطئ نفسي ولا أتبع فراستي، فلنذهب. سلام